الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكون بألف خير بأي وقت بتشوف فيه الفلوج. رجعت لكم بفلوج جديد إن شاء الله إنه بيعجبكم. هذا الفلوج يا بنات فيه تفريزات رمضان وفي تكملة مشتريات الزينة. يلا نبلش. هون كنت معزومة عند صاحبتي صفا حبيبتي، دائما بصور لكم عندها، بس هون كانت جامعة إمها وخواتها، وكان إلي فترة طويلة مش شايفتهم والله، وقعدنا وانبسطنا وغيرنا جو، وسبحان الله كأني مو غايبة عنهم هاي الفترة الطويلة، كأني شفتهم امبارح، يعني هيك فهمتوا كيف؟ سبحان الله. يا رب ما يحرمنا من الناس الطيبة بحياتنا ولا من أحبابنا، يا رب يديهم بحياتنا يا رب طول العمر، ويسخر لنا دائما الناس الطيبة والحنونة. فتغدينا وتحلينا وشربنا قهوة وقعدنا، وحبيبتي سلم إيديك وبيتك عامر يا رب. وهون المسا بطريقي لعند أهلي، فحبيت أصور لكم الطريق لأنه كان منظر السما بجنن يا بنات، والجو سبحان الله عن جد كان كتير حلو. هلأ هون رح نبلش بموضوع التفريزات. بدي أعمل معكم كبة وبدي أعمل سمبوسك يا بنات بثلاث حشوات. هلأ بالعادة أنا دائم، يعني مش بالعادة، دائما من وقت ما تزوجت كل رمضان بفرز كب وسمبوسك، تمام. السنة الماضية بس هيك فرزت أشياء بسيطة زيادة يعني، بس بصراحة ما حسيت إلها داعي لأنه يعني أشياء سهلة، تمام. بس الإشي الوحيد اللي عن جد استفدت منه هي التوم، بس إذا كان معي وقت رح أفرز، بس إذا ما كان برضو عادي، يعني إنه مش إشكال، تمام. بالنسبة لموضوع التفريز، في ناس بتأيد في ناس لا، كل إنسان وحسب شو هو برتاح، فهمتوا حبيباتي؟ كل إنسان شو حاجته، شو راحته، بيعمل إيش اللي هو متعود عليه أو اللي بناسبه، تمام. هلا خلينا نبلش بموضوع الكبة. هلا الكبة يا بنات هاي العجينة ما بتنعمل باللحمة، يعني مو العجينة تاعت اللحمة، فهمتوا؟ بالبرغل وطحين أنا بعملها. بالبداية بدنا برغل ناعم. آه هلا بجيبه ناعم وبرضه كمان بفرمه، فهمتوا كيف؟ بطحنه يا ربي، مش بفرمه، بطحنه مشان ايش؟ يصير ناعم اكتر ويسهل علي بالعجن. كاس ونص طحنتهم وحطيتهم على جنب، بعدين حطيت عليهم كاسة وربع مي، تمام. كاسة وربع مي مغلية، خليته لحد ما ينفش. شفتوا كيف نفش؟ هلأ بحضر الأشياء التانية. بدي كاسة ونص طحين، طبعا ما رح استخدمهم كلهم، بستخدم كاسة وبعدين بستخدم من النص التاني معلقتين، أنا هيك احتاج معي. ملح، فلفل أسود، مردقوش، دبس فليفلة، بصل باودر، نعناع ناشف، وكمون. هلا الدبس الفليفلة بإمكانكم تستبدلوه بحبة فليفلة حمرا مطحونة ناعم، بس تكون مصفية من المي. البصل الباودر بإمكانكم برضو تستبدلوه ببصل صغير مفروم كتير ناعم وبرضو معصورة من المي. والمرتقش كمان بإمكانكم تستبدلوه ببشر الليمون أو برش الليمون، تمام. بس مكونات كتير سهلة وبسيطة يا بنات. زي ما حكيت لكم نقعت البرغل، بعدين بحط عليه هاي البهارات، بعدين بحط الطحين. هلا هون حبيباتي أنا عاملة أكتر من الكمية اللي حكيت لكم إياها، مشان هيك يا بنات ما وسعت بالعجانة، فحطيتها بول كبيرة وبلشت إيش أضيف الطحين وأعجن بإيدي. هلا لأنه البرغل يعني تشتش بالمي كتير منيح، فالعجن إنه سهل، فهمتوا كيف؟ بس بدها هيك يعني عزيمة شوي وبتصير معكم العجينة بتجنن يا بنات. هلا بضلني أعجن فيها لأشوف إيش القوام صار بإيدي. ناعم، تمام. هلا طبعا أهم مكون برضه نسيت أحكي لكم إياه، الزيت النباتي، نص كاسة زيت نباتي، تمام. طبعا المقادير بنات كلها رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف كلها يعني، فما تخافوا يعني كلها بتلاقوها، تمام حبيباتي. هلا هون شفت العجينة كيف صارت. هلا هون يا بنات بهذا الفلوج في مقاطع سرعتها، مع انه انا ما بحب اسرع، يعني زمان كنت اسرع، هلا بصراحة ما بحب، بس هون اضطريت لانه ما بقدر ايش اقص المقاطع، فبدي افرجيكم انه المقطع كامل، فهمتوا علي كيف؟ هلا خلال الفلوج رح تفهموا علي.
هلا هون بنات بعد ما جهزت عندي بغلفها وبحطها بالثلاجة. إذا عملتها بالليل بشتغل فيها الصبح، بس إذا عملتها الصبح بشتغل فيها بالليل. تمام، لازم ترتاح وتبرد مشان تتشكل معكم بطريقة يعني بتجنن. تمام، هلا هون رح أبلش بالحشوة الكب اللي هي اللحمة المفرومة. هلا يا بنات أنا جبت لحمة نص عجل ونص خروف، طبعا بلدي، وفيها شوية تكون إيش دهنة، مش كتير بس شوي، عشان هيك تعطي إنه طعم وطراوة للحمة. أنا ما بحب اللحمة الناشفة، يعني العجل لحالها بصراحة ما بقدر أكلها. المهم جهزت عندي البصل، طبعا هاي فرمت البصل رائعة، اللي هي فرمت الخضار مش بصل يعني، أو حتى بتقدر تعمل فيها سلطة فواكه. الفرامة يعني بشكل عام رائعة رائعة رائعة. المفروض إني أنا عملت بالمربعات الصغيرة، بس خلص يعني مش مشكلة إنه البصل بالنهاية بدوب يعني ما ببين. المهم طبعا بدكم تقلوها بسمنة مش بزيت. ليش؟ إذا بزيت بتصير يطلع الزيت من عجينة الكبة، فهيك بغلبكم. أما السمنة بتجمد على اللحمة وما بتغلبكم وانتوا تحشوا فيها. فهمتوا علي كيف؟ هلا هون حباتي للحمة بحط سمنة، أنا هون حطيت سمنة بلدي وسمنة حيواني، وحطيت البصل أول. هلا بالعادة أنا بحط اللحمة بعدين البصل، بس هون لأنه فرمة البصل مو ناعمة حطيته أول. تمام، حطيت اللحمة وبعدين بدها ملح، فلفل أسود، شوية قرفة مطحونة وهيل مطحون. فيا بنات بعطوا طعم للحمة كتير زاكي. تمام، بس أحركها على نار عالية، بضلني أحركها على نار عالية لحد ما هيك اللون يعني كله يستوي، إنه يصير اللون يروح منه هذا الحمار. بعدين بغطيها بوطيها لحد ما تنشف كل ميتها. تمام، إنه هيك خلاص تكون إيش مستوية عندي. هلا بالنسبة للإضافة اللي على اللحمة، أنا بالعادة بضيف جوز. هون الجوز أول مرة أحمصه بصراحة زاكي لما يتحمص، يعني عن جد أعطى نكهة تانية. بس السنة الماضية يا بنات فرست معكم الكبة، حطيت بحشوة الكبة مع اللحمة صنوبر ورمان، يعني كنت أول مرة أجرب معها هيك ميكس صنوبر ورمان. بالنسبة إلي كانت فخمة رهيبة بتشهي مميزة، يعني عن جد عن جد مش عادية. بس عندي عيلتي ما حبوها الإضافة هاي، فإني عملت جوز خلص مثل ما هم متعودين. هلا بنات بس خلصت عندي اللحم استوائها، بس بردت حطيتها بالتلاجة لأني اشتغلتهم بالليل. هون تاني يوم الصبح طلتهم من التلاجة، اللحمة باردة والعجينة باردة، فالشغل فيهم يا بنات قديه سهل. هلا بحطهم جنبي، وبحط جنبي برضه صحن فيه شوية زيت نباتي مشان إنه أدهن إيدي فيه، ولما أجي أكبكب إذا في إشي هيك يعني زي فتحات أو في إشي بسكر فيها. وجدا التشكيل سهل يعني انتوا عارفين كيف تشكيل الكبة يا بنات، انا فرجيتكم بس سرعت المقاطع مشان ما يكون الفيديو طويل او المقاطع تكون طويلة او مملة عليكم. تمام حباتي، هلا بالنسبة للكبة لما بدكم تفرزوها بدكم تحطوها على اشي هيك مفرود، يعني صينية، صحن، علبة اللي بدكم اياها، وتبعدوا بين بعض وما تحطوا فوق بعض. اذا حطيتوا فوق بعض بدكم تحطوا زي جيلاتين، بس المشكلة انه رح تهبط الطبقة تحت فانا ما بفضل. المهم بحطهم كلهم بالفريزر، وبس يجمدوا خلص يصيروا حجر عادي بحطهم بأكياس أو بخليهم مثل ما هم. فبالنسبة يعني هاي الكبة كتير كتير سهلة يا بنات. هلأ بالنسبة للقلي، إذا كانت مفرزة بنطولها قبل بشوي، يعني شوي بس هيك 5 دقايق، يعني 10 دقايق بالكتير. إذا كانت مش مفرزة لسه عجينة بنحطها بالتلاجة نص ساعة. بالنسبة للزيت بنحميه بعدين بنوطي. تمام، وعشان ما إنه من برا تنحرق من جوا ما تستوي. طبعا شو قرشتها يا بنات، ما شاء الله تبارك الله، القرشة مش عادية، وطعم العجينة لحاله بدون اللحمة رهيب 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 رهيب، يعني بشهادة اللي أكلوها. تمام، مش إني أنا بمدحها إني بعملها، بس قسما بالله يا بنات إنها وصفة خرافية. يعني جربوها وبإذن الله رح تدعولي عليها قد ما هي وصفة رهيبة. أنا هاي سادس سنة بعملها، يعني أنا بعملها من 2020، كل سنة بعملها. ويا رب الله يا ربي يديمها علينا عادي يا رب يا رب. وصفة خرافية معتمدة رهيبة، يعني شو أحكي لكم والله قد ما أمدحها ما بعطيها حقها، فجربوها ورح تدعوا لي حبيباتي. هلا مثل ما شفتوا يا بنات اشتغلت الكبة على يومين، هلا بشتغل السمبوسك على يومين. ليش على يومين؟ بالليل بجهز الحشوات، وتاني يوم ايش بلفهم بحطهم بالفريزر. هلا انا يا بنات زمان كنت استخدم سمبوسك السنبلة وكانت زاكية، بعدين صرت استخدم جوردينا. جوردينا رهيبة.
بس السنة الماضية أكلت عند أهلي سمبوسة كانت مش عادية، أختي عملتها، فبحكي لها شو العجينة؟ بتحكي لي سويتس. فجبتها وعملت منها وكانت عن جد بتشهي ونافشة ورهيبة. حتى بالقلاية الهوائية صدمتني قد إيه طلعت ظابطة ورهيبة وبتنفش بطريقة بتجنن. فحكيت والله السنة هاي بدي أجيب مثل السنة الماضية وأشوف. للأسف إنها هاي المرة سيئة سيئة سيئة، العجينة لأبعد حد. يعني أنا متى اكتشفت؟ بعد ما حشيتها، يعني خسرت الحشوات فيها بصراحة. قد إيه زعلت وانسان بدني. العجينة لما تنقلى بالزيت أو بالقلاية الهوائية على الجهتين بتكون هيك ناشفة، يعني ما فيها نفشة، ما فيها هاي قرشة السمبوسك اللي إحنا عارفينها، يعني كأنه بتاكل إشي ناشف. تمام. بس خلص صرت جايبتهم يعني وخلص ما بعرف. هلأ هون رح أعمل حشوة خضار وحشوة بطاطا وحشوة جبنة بيضة. تمام. طبعا كل حشوة يا بنات عن جد ما شاء الله تبارك الله أذكى من التانية. السنة الماضية يا بنات برضو عملت معكم على القناة أكتر من 3 وصفات، يعني عملت زيادة كأنه وصفتين بتذكر. فارجعوا للفلوجات اللي قبل وشوفوا هذاك الفلوج برضو كتير رح يعجبكم إن شاء الله. هلأ حشوة الخضار بدها فلفل ملونة، ذرة، فطر فريش، بإمكانكم معلبات بس الفريش إنه أذكى، بازلاء وجزر. هلأ بإمكانكم تقلوهم بصل وثوم أو إنه هيك بس مع بعض وتحطوا بصل وثوم باودر مع البهارات اللي رح أضيفها. السنة الماضية أنا هيك قليتها ببصل وثوم، بس السنة هاي لأ حطيت بصل وثوم باودر. هلأ شو عملت؟ حطيت زيت زيتون وبلشت أقلي الفليفلة. لما هيك أحسها دبلت شوي بضيف البازلاء وجزر، يعني بدي من الاستواء بياخد أكتر وقت للي أقل وقت. تمام. طبعا البازلاء والجزر من الفريزر مباشرة بتستخدموها، ما بتتركوها تذوب. تمام حبيباتي، هيك الأشياء المفرزة مباشرة على الطبيخ. برا هي المعلومة للبنات اللي ما بيعرفوا. بعدين الذرة هاي معلبة ويعني هي أصلا اوريدي مستوية، فهمتوا كيف؟ بس إني هيك خلطها مع الخضار. هلأ هون شو بعمل؟ بوطي الغاز وبغطي على القلاية، بوطي وبغطي. أوكي. هلأ الفطر شو بعمل؟ ما بضيفه معهم، بحمي مقلاية بدون أي مادة دهنية وبحط الفطر وبحمصه على نار عالية لحد هيك ما تطلع ريحته وهيك كيف أحكي لكم يدبل. تمام. بعدين بضيفه على الخضار التاني، بتكون إيش هي دبلت عندي واستوت. بنفس الوقت أنا قاعدة بسلق بطاطا مشان إيش أستغل الوقت يا بنات. وكمان الصبح جبت جبنة بيضة غليتها ونقعتها. تمام. اللي طلعت منها كل الملوحة، انتوا يعني بتتفقدوا كيف الجبنة تبعتكم شو بدكم ملوحتها. بعدين بحطها بالمصفاية اللي تتصفى كل ميتها. تمام. بعدين بلشت بالخضار والبطاطا يعني المسا مشان ايش تاني يوم اني الفهم. هلا الخضار هاي شو بدها بهارات؟ بدها اوريجانو، كاري، بصل وتوم باودر مثل ما حكيت لكم، ملح، فلفل اسود. تمام. وبابريكا مدخنة وبابريكا عادية اللي هي الحلوة. وشو يا بنات النكهة والريحة ما شاء الله تبارك الله مش عادية، كأني باكل بيتزا. سبحان الله نفس نكهة البيتزا، ما بعرف شو السبب، يمكن الفطر الذرة ما بعرف، بس عن جد مش عادية كانت. هون بس أضيف البهارات بحرك شوي وخلص وبطفي وبحطها ببايركس أو بصحن أو اللي بدكم إياه لحد ما تبرد. تمام. هون يا بنات بس خلصت الخضار كانت عندي البطاطا مستوية، حطيت عليها ملح، فلفل أسود، بصل وتوم باودر، وكمان حطيت كاري وبرضو بابريكا حلوة وبابريكا مدخنة. وأهم إشي زيت الزيتون، بدها زيت زيتون. وبتطحنوها يعني أو هيك إنه مش عارف بتدقوها أو بتطحنوها أو بتغلطوها يعني سوا، وبتصير عندكم أذكى حشوة بطاطا. أنا ما بحب حشوة البطاطا السبانخ الجاهزة، بس اللي بعملها بالبيت يا بنات يا الله طعمها مو عادي، واللي كل بدوقها باخد الوصفة مع إنه يعني سهل وبسيطة ما بدها إشي. برضو بحطها بايركس أو صحن لحد ما تبرد. هيك صاروا عندي الحشوتين جاهزات. طبعا المقطع اللي صورت فيه حشوة الجبنة مو لاقيته. المهم الجبنة جبنة بيضة مثل ما حكيت لكم شرحت لكم كيف. ضفت عليها رشة جبنة كشكوان وبقدونس وحبة البركة. تمام. وشو الريحة والنكهة؟
خيال عن جد بتشهي. هلأ للخليط اللي بده يسكر لي السمبوسك طحين ومي بتخلطوا ليصير معكم هذا القوام. هون تاني يوم يا بنات طلت الحشوات من التلاجة وصرت أفتح بالباكيتات السمبوسك وأغطيها بالفوطة لأنها إيش بتنشف. هلأ السمبوسك يعني بشوف ناس بلفوها بشكلين، الشكل اللي أنا بعمله في شكل تاني بصراحة ما بعرف أعمله. المهم الشكل هذا كتير سهل، إنه الزاوية بتطبقوها، مش عارفة كيف بدي أشرح لكم، أنا بينت يعني بالفيديو كيف، هيك بتلفوا مثلث عن جد مش عارفة أشرح لكم، وآخر إشي بتسكروها بالطحين والمي. هون أنا عملت معكم من ال3 حشوات مشان تشوفوهم معي. طبعًا الجبنة يعني ضل عندي شوية عجينة سمبوسك، كانوا يعني بدهم شوي جبنة فضل عندي كمية جبنة. هلأ جبت لها جبنة موزاريلا وجبت باكيت عجينة جوردينا، إن شاء الله بلكي فرجيتكم الفلوج الجاي أو اللي بعده النتيجة إن شاء الله إذا قدرت يا بنات. لإنه عن جد عجينة سويتس فلمتني فيلم مرتب، يعني بتعرفوا لو الحشوات مو زاكية كان خلص يعني حاشا النعمة نكبه. بس هو اللي يعني إنه كيف أحكي لكم اللي مهونها إنه الحشوات زاكية. هون يا بنات تفريز السمبوسك برضه بتحطوهم جنب بعض بس إنه ما يلزقوا ببعض، فهمتوا كيف؟ بعدين صرت أحط هيك طبقة نايلون وأحط برضه فوقها الطبقة التانية من السمبوسك، هون ما بيأثر مثل الكبة عادي إنه فوق بعض. فعندي هون طلع صحن خضار، صحن بطاطا، والجبنة مثل ما حكيت لكم عملت بس كم حبة لإنه خلصت العجينة، الحمد لله إنها خلصت يعني. وإن شاء الله إن شاء الله إنه يصح لي أفرجيكم باقي الحشو إنه شو عدلت عليها بعجينة جوردينا وتشوفوا كيف على القلي إنها بتفرق. فهون يا بنات الكبة خلص أنا حطيتها برف لحال لو إنه نفس الصحون، أما السمبوسك برف تاني بس إنه كتبت على كل وحدة شو حشوتها. برضو يا بنات القلي نفس موضوع الكبة، إنه الزيت حامي بس لما يحمى بوطي وبحط السمبوسك يعني حبات السمبوسك. هلا المتعارف عليه واللي أنا متعودة عليه إنه لما على طول لما تحطوها بالزيت إنها بتنفش وبتعطي هاي الشكل الحلو. هون مثل الحطبة، يعني أنا بسوي وأنا إيش من جوا مقهورة عن جد عن جد مقهورة. ف ما بعرف يعني الحمد لله، لإنه عن جد تعبت عليهم عن جد عن جد، يعني هذا الفلوج تعبني، يعني تعبني تصوير، تعبني مونتاج، قد ما في تفاصيل يا بنات. فحبيباتي ما تنسوا من اللايك وتعليق حلو مثلكم، وإن شاء الله إنكم تحبوا، الله يسعدكم يا رب. بس جد يا بنات ما شاء الله تبارك الله، أقسم بالله الحشوات إنهم بشهوا، طعمهم رهيب رهيب رهيب. فعن جد بنات اللي ما عملت سمبوسك لهلا بتعمل هدول الحشوات اللي أنا عملتهم، وبإذن الله رح تدعي لي عليهم ورح تعتمديهم كمان. وبرضه يا بنات أذكركم إذا حابين تشوفوا الفلوج تبع السنة الماضية ترجعوا للفلوجات اللي قبل رح تلاقوه. وهلأ يا بنات بدي أفرجيكم مشتريات على أكتر من يوم، فهمتوا كيف؟ هلأ المشتريات المفروض إني أحطهم قبل التفريزات، لإني أنا شارية بعدين عملت التفريزات، بس حكيت لأ خلص خليني أبلش معكم التفريزات أول بما إنه الفلوج هو أصلا مختص بالتفريزات. أوكي حباتي، فهمتوا علي كيف؟ هلأ هذا يا بنات طقم الصحون جبته من برضه من محل أبو النص استلمت المحل يا بنات من الصحون هذا كتير عجبني وكتير بجنن هيك، ذكرني بصحون بيت تيتا زمان، يعني حتى من برا من برا من ورا الطبعة تبعتها إنه كيف
كيف طبعت أيام زمان. عن جد عن جد اللون رهيب والنقشة مش عادية. فجبت 6 صحون رز، 6 صحون زبادي، في أكبر بس أنا هيك حبيت هدول الصغار، هيك رسمتهم المربعة كتير لفتتني. وجبت يا بنات برضه هدول الصحنين حبيتهم للمقبلات، كبة، سمبوسك، يعني أيا كان برضه كتير حلوين. وشوفوا لي هالمج الحلو، يا الله شو حبيته، بيجنن، كتير كتير ناعم، عن جد حلو. انتوا احكوا لي شو رأيكم فيهم. وجبت يا بنات هدول طقم الفناجين، بيجي 6 مع بعض مكتوب عليها رمضان يجمعنا، كتير حبيتهم عن جد كتير حلوين. يعني عن جد على الطبيعة غير التصوير يعني تماما، ما بعرف عن جد كتير فرق. وبرضه هاي الصينية عندي منها صحن صغير برضه كتير حبيتها. هلأ يا بنات أبلش معكم مشترياتي من محل لمسة خيال اللي بحكي لكم عنه دائما وبصور لكم فيه دائما، وكتير بنات سألوني عنه وحكيت لكم اكتبوا على الفيسبوك لمسة خيال بيطلع لكم، لأنه يا بنات ما بقدر أحط رابط بالتعليقات لأنه عن جد بتضر القناة. هلا رح تحكوا لي ليش هيك حاطة كتير بوردات ورا الغاز، هدول كان عليهم مي بس حطيتهم هيك مشان ينشفوا. المهم، أول قطعة اللي هو صحن السمبوسك، شوفوا لي الجمال، قد ايه حلو، قد ايه بجنن. هاد يا بنات له كم سنة طالع، بس أنا ولا مرة جبته، كل مرة بدي أجيبه ما بجيبه، بس هاي السنة حكيت بإذن الله تعالى إنه لازم أجيبه. وبرضه جبت هذا الطقم اللي هو زي صحن أو صينية حديد، هلال ونجمة، كتير حبيتهم برضه. شوفوا لي هالمبخرة الحلوة، عليها هيك زي شكل مسبحة، برضو بتجنن يا بنات، كتير كتير فخمة. هي هيك أصلا بتيجي إنه منقشة من تحت، فهمتوا كيف؟ مش إنها مكسرة أو كذا. وبرضه يا بنات جبت هاي التحفة، شوفوا ما أحلاها، كان في هدول المآذن إنه كبار يعني هيك ملزقين ببعض 5، بس حسيت إنه كتير الألوان يعني رح تكون، فهيك حبيت هاي إنه هيك أنعم وأهدى. وبرضه هدول يا بنات شوفوا لي ما أحلاهم، واحدة مكتوب عليها كل عام وأنتم بخير، وواحدة مكتوب عليها مبارك عليكم الشهر. اللي مكتوب عليها كل عام وأنتم بخير بدخلها للعيد بإذن الله تعالى، هاي لرمضان إن شاء الله إذا ربنا راد. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان يا رب بأحسن حال. كمان يا بنات جبت هذا طقم الفناجين، أنا كنت بدي 12 بس كان عنده آخر 6، كتير ناعم كتير هادي وراقي، عن جد كتير كتير حبيته. وخليني يا بنات أذكركم إنه اليوم ليلة النصف من شعبان، فيا بنات استغلوا هالليلة وإن شاء الله يا رب يغفر لنا ويسر أمورنا ويا رب ينور لنا كل شي ببالنا يا رب يا رب. هلأ يا بنات هون مشترياتي من الجيل. هون جبت صحون القصدير لأنه كان ناقصني للسمبوسك، مثل ما حكيت لكم إنه كانت المشتريات قبل التفريزات، فحكيت لكم حباتي. وجبت كمان لمامة لأنه بصراحة أهم اختراع عندي اللمامة. وجبت هذا المعطر اللي دايما بحكي لكم عنه، عن جد ريحته بتجنن، لأنه أبو الدينار يا بنات يعني بتحسوا كميته قليلة، بس هذا بدينارين وبس، لا يعني ضعفه 3 مرات، فهمتوا كيف؟ وجبت يا بنات هدول المنظمات للثلاجة للأدوية، لأني أنا حطيتهم بالرف اللي فوق، فحابة أحطهم بهدول بيطلع منظرهم أحسن. كمان يا بنات جبت هدول باكيتات الفاين، شوفوا ما أحلاهم، أنا حبيت الباكجينج عن جد، يعني عن جد كتير كتير حلو. وإن شاء الله يا بنات ناوية برضو أجيب منظمات إنه مش هي هالقد كبار، يعني يكونوا أرفع لباقي التلاجة. بصراحة المنظمات عن جد إنه اختراع، شو أحكي لكم، بجنن. وهون يا بنات برضو رحت على دراغمة، جبت داخل لابني، وجبت هدول الدفاتر، مع إنه كان بدي الورق الأكتر إنه 60 و80 بس ما لقيت، بس إنه أنا كتير بحتاج دفاتر مشان بس أدرسه. ما لقيت بالمكاتب من هاي النوعية يعني. وبدهم كان وايبس المدرسة، وأنا بحطه له برضه بالشنطة، فما حبيت أجيب هداك المعطر، يعني هذا بتاع الأطفال بضل إنه أحسن يعني. وبرضه هون مشترياته من المكتبة، هدول دفاتر زوم أكيد الكل بيعرفهم، منزلين منهم ألوان جديدة، الزهر والمفاتح وغامق، كتير حبيتهم، بس ابني انجن بالمكتبة، أنا هدول للبنات وما تجيبي لي إياهم، قلت له هدول أنا بدي أدرسك عليهم،
إلي بالبيت يعني كتير حبيت ألوانهم. وجبت له لامبورد ألوان خشب، الهيجين ما لقيت منه، يعني ما بعرف كل فترة مدرسة بلاقيه مقطوع. يو اتشو اللي هو الصمغ، دزينة أقلام، الفاين الصغير، شو كمان يا بنات، والمطرة، لأنه مطرته يعني بستخدمها من الروضة، كانت كتير نوعيتها ممتازة، من جوا ستانلس ستيل. بس إن شاء الله إني راح أرجع أجيب له ستانلس لأنه بصراحة أحسن يعني وصحي أكتر. وأشياء يعني تعمل المدارس، وتعرفين دفتر رسم، مفكرة، هيك أشياء. وهون كان أول يوم دوام، أنا رحت معه وصلته. حبيبي الله يحميه ويحمي كل أولادكم يا رب حبيباتي. ويا بنات استنوني الفلوج الجاي بإذن الله تعالى بزينة رمضان. فالمفروض إني أنزل مش الأسبوع الجاي اللي بعده، بس يا بنات مشان إنه تاخدوا أفكار، ووقتها ما بيكون إنه في مجال إذا للأسبوع اللي بعده، بكون ضايل يومين لرمضان. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان بأحسن حال يا رب العالمين أجمعين حبيباتي. وهيك حبيباتي بكون وصلت معكم لنهاية الفلوج، يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معي. برجع لكم إن شاء الله بفلوج جديد مليان أشياء حلوة. في أمان الله حبيباتي، سلام.